المغرب اللي احنا وصلنا فيه. كان حريص جدا على ان هو يتكلم معايا من خلال باشمهندس خالد غالي، وقال لي لازم تحفز اللعيبه، ولازم اللعيبه تقف على رجليها كويس جدا، ولازم تلعبوا لان كنتوا بتحملوا اسم مصر. بشكر كمان دكتور او الاستاذ جمال علام اللي كان موجود معانا، و يعني كان موجود معانا هناك في شمال افريقيا، هناك في المغرب. ومن بعد المباراه على طول جالي قال لي كلم الولاد وقف معاهم، واحنا ان شاء الله باذن الله نقدر ناخد البطوله. والحمد لله رب العالمين، يمكن بفضل الله ان احنا قدرنا ان احنا نعدي مرحله صعبه جدا، ما كانتش سهله. كان ممكن ناس كتير جدا معتقده ان الفرقه ديت خلاص هي حصلت البطوله، الفرقه ديت هي خلاص هتنتهي. لكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله، ثم بالناحيه المعنويه من خلال الدكتور اشرف صبحي، الناحيه المعنويه من خلال الاستاذ جمال علام اللي نقل لنا كمان المجلس كله ان هو داعم لينا. الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نعدي من الفتره الصعبه ديت، وقدرنا ان احنا نقف على رجلينا، وقدرنا ان احنا نحقق البطوله. مش البطوله وبس، ان ربنا كمان يكرمنا بان احنا ناخد البطوله ذات نفسها في المغرب مع المغرب. فكل الشكر لكم، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان احنا في خلال الفتره اللي جايه نكون خير ان شاء الله باذن الله منتخب، سواء منتخب 2008 او منتخب 2005 مع مستر الثاني. وبشكر طبعا معالي الوزير ان هو النهارده، يعني احنا بقالنا بس اسبوع وقدر ان هو النهارده يعمل لنا حفل تكريم بالنسبه لاولادنا سواء 2008 او 2005. كل الشكر لحضرتك ان شاء الله. شكرا.